ثلاثه الحوايج في غايه الاهميه بالنسبه للناس اللي كتمارس الكوتشينغ، اللي انا كاصطلح عليه بفقه الترويض الذهني والترويض النفسي بكل تواضع. ولكن نفس الله مارسته في واحد الوقت اللي كان الكوتشينغ، اي المصطلح كوتشينغ، كان غير معروف بتاتا داخل المغرب. اول حاجه ان كوتش خصو يبدا دائما يدير دو لوتو كوتشينغ، دو لا ريميز اون كيسيون، اي انه كيخدم دائما على راسو باش يطور الكفاءات ديالو. ثاني حاجه ان كوتش خصو يكون كيامن بالمبادئ اللي كيدوز هذاك الشخص، ما تسطرش شي حد شي حلول ولا تعطي شي بروسيس، خصك تكون كتامن بهم. الا ما كتامنش بهم فانت كتعطيه مسكنات ديزونتالجيك باش كتخلص على ديك لاكومبانيمون اللي كدير معاه. ثالث حاجه خصك تكون واعي بالسوسيو كولتورال. غتكوتشي مغربي فانت كتكوتشي واحد الحموله، واحد الخصوصيه ثقافيه عربيه اسلاميه. الا كدير لو كوتشي يونيفرسيل رد بالك فانت كدير دو لا بون فيلوزوفي